مش كل خسارة في تربية الطيور سببها مرض أو علف غالي. ساعات الخسارة بتبدأ من غلطة صغيرة جدا بتعملها وانت فاكر انك ماشي صح. النهاردة هقول لكم 7 أخطاء الواحد عملها لما كان مبتدئ باستمرار، وآخر خطأ هو السبب الحقيقي وراء فشل ناس كتير في تربية الطيور. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوك أبو ياسين، ويلا بينا نبدأ. والغلطة رقم 7 هو إن المربي بيبدأ تربية طيوره بعدد كبير ومن أول يوم، ودي طبعا غلطة كبيرة جدا وهو مش واخد باله. هو بيقول أنا طالما هشتري بالمرة أشتري شوية كتار عشان أكسب أكتر، إنما اللي بيحصل معاه إنه بيتصدم في المصاريف وبيتصدم بالعناية. هو ما عندوش خلفية نهائي عن التربية، فبيجي حضرته يبص يلاقي الموضوع فتح منه في علف ومصاريف، وحصل مشكلة صغيرة أو كبيرة قدام عينيه هيفضل يضرب طوخ في ملوخ زي ما بيقولوا، ومش هيفهم حاجة، وهيبص يلاقي الكتاكيت بتموت جنبه أو الحاجات بتموت جنبه وهو عمال يندف في حظه ويعيط جنبيه. وهنا نصيحتي ليك يا غاوي، لما تيجي تبدأ في مشروع وانت لسه ما عندكش خبرة، جيب عدد قليل، حضرتك لسه هتتعلم، عشان لو حصل لا قدر الله نافق أو حاجات كتيرة من دي، انت مش هتكون خسارتك كبيرة، هيبقى حاجة بسيطة، وهو انت ما خسرتش حاجة، انت كسبت بيهم وكسبت خبرة كويسة. ونيجي للغلطة رقم 6، هي تربية اكتر من نوع وفي نفس المكان. الغلطة ديت ان انا ربي بط مع رومي مع فراخ مع وز، كله في مكان واحد بغرض التوفير او توفير المكان زي ما بيقولوا. ودي يا جماعة غلطة كبيرة جدا، لان كل نوع من الطيور هو ليه طبيعة مختلفة واحتياجات مختلفة، وليه كمان سرعة نمو مختلفة. ساعات المربي بيفكر ان سبب موت الطيور عنده او قدامه هو مرض او فيروس، ولكن ما يعرفش ان السبب الاكبر هو الاختلاط، وخصوصا انا بتكلم عن السن الصغير. هو ده اكبر غلط، لان كل طائر عنده مقاومته للامراض بحاجة مختلفة. كل طائر من دول وليه قوة معينة، في طائر ياخد مرض معين يستحمله وفي طائر تاني لا. فهنا انا دخلت كله مع بعضه، نفسهم مع بعض، انا كده عملت مزرعة وباء وانا مش واخد بالي. الغلطة الجاية بقى انا بشوفها كتير عند ناس مربين كتير جدا. ونيجي للغلطة رقم 5، في ناس بتروح تشتري الطيور ومش واخدة بالها خالص ان في مصاريف. والله بيبقوا فاهمين باين ان الحاجة بتكبر بالدعاء ودعاء الوالدين والبركة. الناس بتجيب يا جماعة من غير ما تسأل. لازم نعرف يا جماعة احنا هنأكل ايه وهنكلف ايه. يا ابطال، العلف هو اكبر بند في المصروفات. نصيحتي ليك قبل ما تشتري اي طيور، احسب تكلفة التربية كاملة مش سعر الشراء وبس. وقبل ما اكمل الباقي، لو بتحب الفيديوهات اللي بتوفر عليك خسارة وتعب وبتتكلم عن التربية بشكل عملي ومن ارض الواقع، اشترك دلوقتي في القناة، لان الفترة الجاية فيها مشاريع ومقارنات هتفيد ان شاء الله كل المربين. ونكمل موضوعنا ونخش على الغلطة رقم 4، وهي الازدحام. انا شايف انها من اكتر الغلطات انتشارا واكتر حاجة بتخدع المربي. ان الطيور وبتبقى صغيرة بيبان عليها ان المكان واسع، لكن بعد اسابيع قليلة الوضع بيتغير تماما. كل طائر ساعتها بيحتاج مساحته اللي بيتحرك فيها عشان ياكل ويشرب براحته. كمان الكبير هنا بيجي على حساب الصغير، وهيحصل افتراس، واكيد هيبقى فيه تفاوت اوزان، وهتبقى مشاكل كتيرة. فبلاش من الغلطة دي نهائيا، وخلي الأعداد تكون على قد المكان لو سمحت. وكده يبقى وصلنا للغلطة رقم 3، وهو تغيير العلف باستمرار. لما المربي بيشتري طيور جديد لسه بحضرته بيروح يجيب مثلا ب 100 جنيه علف ايا كان من عند مين، بعدين العلف يخلص منه، ما بيفكرش ويتعب دماغه ويروح يجيب من مكان تاني علف. ممكن ده يبقى من شركة وده من شركة، ممكن ده تركيز معين او لا، ممكن ده رديء او ده جيد، ولا بيفرق معاه. المهم ان هو بيطخ اي علف وخلاص. طبعا دي كارثة سودا. وفي علف مرمي في كتير في السوق في نسبة سمية كتير جدا، يعني حضرته بينهي مشروعه قبل ما يبدأ. وهنا نصيحتي ليك يا غاوي، لو هتنوي تربي يبقى حضرتك تجيب علف من نوع واحد بس بجميع مراحله لغاية الدورة ما تخلص. اوعى تغير نوع العلف خالص. الغلطة الجاية دي في ناس كتير قوي بيقعوا فيها للأسف الشديد، وهي الغلطة رقم 2. الناس بتشتري الطيور لمجرد ان سعرها رخيص، ومش بيفرق معاه هي من عند مين او فين. يا جماعة قبل ما تشتري الطيور لازم تاخد طيورك من مكان موثوق فيه. مش اي طيور تبقى رخيصة يبقى بالنسبة لك صفقة. ما تفكرش ان انت حد هيديلك انك تحقق احلامك. كان هو نفع نفسه.
حضرتك اشتري من مصدر موثوق او من بيطري حاجه كويسه وما تتخدعش في الاسعار نهائي. وبكده وصلنا للغلطه الاخيره وهي رقم 7، انك تدخل تربيه الطيور وانك مستني مكسب سريع. دي اكبر غلطه انت بتعملها يا جماعه. اي مشروع ناجح محتاج صبر وخبره وتعلم. اللي داخل عشان خاطر يكسب ويمشي مش هيكمل في المشروع ده وهيخسر كتير، او يمكن يسيب الموضوع ده من اول دورة لانه هيتصدم في الخسارة. هو داخل وهو متوقع مكسب كتير وثراء ومغارة علي بابا، مع اول خبطة بيجيله احباط شديد ويعرف ان الموضوع منتهي وما بيعرفش يقوم تاني. يا جماعة ابدأوا بحاجة بسيطة، اتعلموا وخدوا خبرة واحدة واحدة. وبكده ابقى خلصت السبع غلطات. ودلوقتي اكتب لي في التعليقات ايه اكبر غلطة او حاجة قابلتك في مشوارك في تربية الطيور. وكمان لو شايف ان الفيديو ده ممكن يفيدك او يفيد مربي جديد يا ريت تشيره له، يمكن توفر عليه الخسارة اللي ممكن تقابله لو عمل الغلطات دي. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.